وجميله ومعموله بصوا بطريقه حلوه كده وسهله. مقاديرها مش مكلفة خالص، بس احنا حطينا كده مكون فيها. الله يبارك للراجل صاحب الفرن اللي قال لي على الوصفة. هو مش صاحب الفرن، هو العجان اللي بيعجن وبيخبز. لان ساعتها صاحب الفرن شافه وهو بيقول لي وزعق له، قال له لا ما ينفعش ان انت تقول حاجة احنا بنشتغل فيها. لكن بجد ربنا يبارك لك، والله العظيم ربنا يبارك له بجد. دول انا عملتهم كده، بططتهم زيادة. لكن بصوا عاملة ازاي، ايه ده، ايه ده، بصوا عامله ازاي مفرغه كده وهشه وجميله جميله جميله جميله. بجد والله هتعمليها مش هتندمي خالص، وهتعجبك وهتدعيلي وهتعملي لي لايك حلو منك. بصوا، بس انا عماله ابعد الكاميرا بس عشان تبان. لسه طالعه دلوقتي من الفرن. يلا يلا يلا. ما شاء الله. عندي يا ستي كيلو من الدقيق المنخول، يعني 8 اكواب، اللي هو المج العادي ده بتاع الشاي اللي موجود في كل البيوت. هنحط عليه ايه؟ هحط عليه معلقه من السمسم ومعلقه من اليانسون. هحمصهم كده بس تحميره بسيطه خالص على النار، وهنزلهم على الدقيق. حطيت هنا رشه ملح، هضيف عليهم اليانسون اللي حمصناه مع السمسم، مع نص كوب سكر ومعلقه كبيره من الخميره، يعني كيس خميره. هقلب الكلام ده كويس قوي، وهحط معاكم كده هون كوبايه من السمنه بدرجه حراره المطبخ. مش هنحتاج ان احنا هنشتغل على البارد، مش هنحتاج ان احنا نسيحها ولا اي حاجه. هحط دلوقتي نص كوب من الزيت، يعني كوبايه سمنه نص كوب من الزيت. هنقلب الكلام ده كويس قوي قوي قوي. وده السر بقى اللي انا حطيته. حطيت نص معلقه صغيره من الحلبه اللي هي المغات، تمام، وقلبتها كده كويس، بتدي ريحه حلوه قوي قوي، وهي دي سر اصلا ريحه القراقيش بتاعه الافران. دلوقتي يا ستي هضيف نص كوب ميه، وهضيف كوب من الحليب، وهنعجن العجينه بتاعتنا كويس قوي لحد ما تتلم معانا كده، وتبقى عجينه كده متماسكه ودايبه كده في الايد، يعني ناعمه خالص. هحطها في كيس وهسيبها 10 دقايق في الفرن عشان خاطر الجو ساقع. الحركه دي بتخليها تخمر معايا بسرعه، زي ما انتوا شايفين كده، مش بتاخد وقت خالص. دلوقتي هقسم العجينه بتاعتي 4 اجزاء كده مع بعض، على 4 قرص كده اهو زي ما انتوا شايفين، علشان نفردها ونشتغل بيها. النهارده هوريكي طريقه حلوه قوي قوي ان انت تطلعي القراقيش بتاعتك زي بتاعه الافران بالظبط، والشكل اللي انت شفتيه في البدايه دوت. وطريقه سهله يعني، مش صعبه ولا اي حاجه. هناخد اول قطعه كده هون ونفردها كلها، يعني نفردها قوي على قد ما تقدري افرديها. بعد كده تقومي برماها كده زي ما انا ببرمها. بس اهم حاجه ما تخليش فيها فراغات عشان ما تطلعش معاكي مفرغه من جوه. لازم وانتي بتبرميها كده تبقى مقفوله معاكي كويس قوي. مش عارفه ايه ببرمها دي بتتلخبط معايا ليه. دلوقتي بقى هنبططها كده اهو بصوابع ايدينا. وبعد كده يعني لو معاكي البتاع اللي انا بفرد فيه بيها دي، انا مش عارفه اسمها ايه اصلا، نبتدي نفرد بيها عشان خاطر تخلي الوش بس متساوي معانا. هجيب بقى دلوقتي بقى اقطعها بالشكل دون، وما تخليش الحجم بتاعها السمك بتاعها يبقى تخين. اعملي حساب ان هي لسه هتخمر، وهكذا وهكذا. همشي معاكم خطوة بخطوة. دي برضو عملتها نفس الطريقة، وهوريكم تاني نفس التقطيعة سهلة جدا بالسكينة او باي حاجة عندك تقدري ان انت ايه تتحكمي في التقطيعة بتاعتك، بس ما تخليهاش السمك بتاعها تخين. وتقطعي من اول حته هناك كده من الاطراف تركنيها عشان ما تبقاش ايه، بتبقى التقفيله بتاعتها مش مظبوطه، عشان تطلع معاكي كل واحده كده شكلها حلو. بس كده يا ستي هسيبها نص ساعه في الفرن كده تخمر وهي الفرن مقفوله عشان يتضاعف حجمها. وبعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 180. هتاخد من اول 15 دقيقه تفتحي عليها النار، لان هي بتستوي بسرعه جدا. ده شكلها بعد ما شاء الله ما خمرت، بص طالعه حكايه، ريحتها والله جميله جدا. ودون بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله زي ما قلت لكم، دخلها الفرن على درجه حراره 180. مش هتاخد غير 15 دقيقة بالكتير. انا الفرن بتاعتي حسبتها بالموبايل بتاعي، خدت 15 دقيقة. وفتحت الفرن من تحت بس، وفتحة عليها المروحة، عشان كده خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده من فوق وتحت. جربوها ان شاء الله، ربنا هيحسن ما بين ايديكم، وهتطلع معاكم احلى واحلى من دي. وتدعوا لي دعوة حلوة كده، وتعملوا لي متابعة. وكل سنة وانتوا طيبين، ينعاد عليكم كده الايام الكريمة اللي احنا فيها دي بالخير والسعادة يا رب، ويجعلها على الجميع يا رب العالمين. كل سنة وانتوا طيبين.